اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. قبل ما نبتدي حكاية النهاردة يا ريت تضغطوا لايك وتدعموني، لأن حكاية النهاردة حقيقية حصلت في إحدى الدول العربية، بس بصراحة حكاية توجع القلب. أنا أول ما سمعتها قلبي وجعني قوي. المهم الحكاية بتبتدي على لسان صاحبة القصة، قول أنا اسمي نبيلة، وما تستغربوش لأني أنا لابسة لبس السجن، لأني أنا لسه القضية بتاعتي شغالة، لأن الحكاية اللي حصلت لي غريبة قوي. بتبتدي حكايتي من أول ما اتجوزت جوزي، ما كانش بيحبني. اتجوزنا علشان أنا من عيلة كويسة وبنته محترمة زي ما قالوله العيلة بتاعته، لأن جوزي وقتها كان بيحب بنت عمه هالة. جوزي اتقدم لها مرة واتنين وكلم عمه، ولكن البنت كانت رافضة علشان كانت عايزة تكمل تعليمها وتشتغل. وفعلا وقتها جوزي عن فيها خد القرار انه يخطب اي بنت والدته تشوف انها مناسبة ليه. وفعلا والدته انا عجبتها قوي، لان انا من عيلة زي ما قلتلكم كويسة ومحترمة وقدمت لي. بس طول فترة الجواز جوزي بصراحة بيعاملني كويس وبما يرضي الله، لكن مفيش أي مشاعر بحسها من ناحيته. وعدت بينا الأيام وخلفت 3 ولاد. أصغر واحد اسمه معتز عنده 6 سنين، وده بقى كان دلوعة البيت، متعلق بيا جدا، وكان كل حاجة ماشية طبيعي. لحد ما في يوم جوزي كان قاعد مع ابن عمه وقتها فاضي بتكلمه، وراح ابن عمه فتح معاه سيرة هالة، وراح قاله إنها لسه لحد دلوقتي ما اتجوزتش رغم إنها موظفة وظيفة كويسة قوي. تصدق أنا نسيت الموضوع ده، هي لسه لحد دلوقتي ما اتجوزتش؟ أيوة يا ابني، في الأول كانوا بيروحوا العرسان يخطبوها، لكن دلوقتي جري بيها وبتشتغل وعايشة حياتها بالمرتب اللي بينزل لها كل شهر. وقتها جوزي حن للماضي وحس إن هي من نصيبه ولسه مستنياه لحد دلوقتي، وفضل يفكر إنه إزاي يتواصل معاها. وفعلا بطريقة ما قدر يتواصل معاها وكلمها في التليفون. وهي وقتها أهلا يا سليم، انت جبت رقمي من فين؟ مش مهم أنا دلوقتي جبت رقمك من فين، المهم أنا عايزة أكلمك في موضوع ضروري يا هالة. أنا بصراحة مش قادرة أخبي مشاعري أكتر من كده، رغم إني أنا متجوز وخلفت، بس لسه بفكر فيكي وبحبك زي زمان وأكتر كمان. أنا بصراحة كلمتك عشان أشوفك يا ترى انت موافقة إننا لو اتقدمتلك هتوافقي، على رغم إني أنا متجوز، يعني كوني زوجة تانية. بصراحة انت فاجئتيني بالموضوع ده يا سليم، بس أنا ما عنديش أي مانع طالما انت لسه بتحبني ودلوقتي عايزني في الحلال وأنا موافقة. أنا بجد مش عارف، نفسي يا هالة من بكرة أكون عند عمي وأطلب إيدك للجواز. بس قبل أي حاجة يا سليم لازم تكلم مراتك وتقول لها إنك هتتجوز مرة تانية، وبعدين هو ولا عيب ولا حرام، الشرع محلل لك 4. أيوة طبعا أنا مستحيل أتجوز من غير ما يكون عندها علم. أنا بكرة هقعد معاها وأقول لها على كل حاجة. فعلا وقتها بعد ما نيمت الولاد جوزي قال لي تعالي، وانا وقتها فاكرة انه هيكلمني لانه عمره ما قعد معايا زي اي راجل يتكلم وندردش مع بعض، وفضل يلطف الجو. وبعد كده راح قال لي اسمعي يا نبيلة، انت عارفة اننا مش مقصر معاك في اي حاجة، وعمري ما عملتك معاملة وحشة، انا عشان كده فتحتك في الموضوع ده، واظن ده من حقي اني انا اتجوز مرة تانية. انا وقتها بعد ما كنت قاعدة وقفت من الصدمة وقلت له نعم تتجوز؟ تتجوز ايه؟ تتجوز مرة تانية؟ انت بتتكلم بجد ولا بتهزر يا سليم؟ وبعدين هو انا مقصرة معاك في حاجة؟
وبعدين انت مش مقصرة في حقي ولا في حق العيال، بس انا مفيش اي مشاعر من ناحيتك، انا قلبي متعلق ببنت عمي ودلوقتي انا هتجوزها. مستحيل مستحيل يا اخويا اخليك تتجوز ولو على رقبتي، انت فاهم؟ وربنا انا ما هخليك تعمل الحكاية اللي في دماغك دي. بقولك ايه يا نبيلة، بلاش تمشي معايا في حكاية العند، لاني انا الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هروح اتقدم لعمي، بس قلت اكلمك علشان ما تسمعيش الخبر ده من بره تصدق ان انت واحد. بلاش تغلطي يا نبيلة، انت فاهمة؟ خلاص اقفل الموضوع ده، خلاص على كده انا هتجوز وخلاص انتهينا، انا رايحة انام بقى. وفعلا وقتها سابني وراح نام، وانا كنت عمالة اغلي من جوايا، مش قادرة استوعب الفكرة ابدا. بقى بعد ما خلفت له 3 ولاد زي الورد برضو لسه بيفكر في بنت عمه هالة. بس وربنا انا مش هخليك جوازة تتم على خير. وقتها سبت الأوضة وانا متعصبة على الآخر، وفضلت قاعدة في الصالة وفضلت أعيط. وبعد شوية استوعبت الكلام ورحت مسحت دموعي ورنيت على صاحبتي لازم تفكرلي وتساعدني في أي طريقة علشان جوز يلغي الجوازة دي من دماغه. ودي صاحبة عمري اسمها مريم، كلمتها في التليفون وفضلت أحكي لها كل حاجة، وإن جوزي عايز يتجوز عليا. وهي وقتها قالت لي ده باين من كلامه يا نبيلة وإنه خلاص خد القرار ومش مهم انتي توافقي ولا لا، قالك كده بس علشان ما تسمعيش من بره. بس ما تخافيش، طول ما مريم صاحبتك معاكي مستحيل أخلي الحكاية دي تحصل خالص. عندك حق يا مريم، بس أنا مش عارفة أعمل إيه. هو خلاص أخد القرار، وفعلا الأسبوع اللي جاي هيروح يخطبها. أنا لازم أكلم أهلي، لازم أحط حد للموضوع ده. أهلك إيه يا حبيبتي؟ ظروفهم صعبة، وأول ما يعرفوا إنك هتطلقي وترجعي بال3 ولاد مش هيوافقوا، هيقولولك طالما قاعدة في بيتك خليه يتجوز، وبعدين بتقولي إن هو بانيله عمارة وهيجيبها في الشقة اللي فوق، صح؟ أيوة صح، هيجيبها في الشقة اللي فوق لأنها متشطبة. حق يا مريم، أهلي مش هيوافقوا، أنا لأ، أغضب عندهم هيضغطوا عليا إني أنا أرجع. بس لأ، أنا لازم أعمل اللي عليا، ويمكن لما يعرفوا إني أنا هسيب البيت واخد الولاد، هو متعلق بيهم جدا وبيحبهم، يرجع عن الجوازة دي. بقولك ايه يا حبيبتي، بلاش الافكار القديمة بتاعتك دي، تغضبي ايه وتاخدي العيال ايه وكده. اسمعي، انا هقولك على حاجة، اسمعي يا حبيبتي، انا عارفة شيخ كويس قوي، تعالي معايا هخليه يعملك عمل زك ينسى اللي اسمها هالة دي للأبد. لا 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 يا مريم، انا ما اقدرش، لا لا لا، انا ما ينفعش، انا ما بقتنعش بالحاجات دي الصحراء دول، لا لا لا. بقولك ايه، خليني اجرب الافكار اللي في دماغي. خلاص خلاص يا حبيبتي انت حرة، جربي حبيبتي وقوليلي بقى عملتي ايه. وفعلا وقتها كنت رافضة اني اروح عند شيخ واعمل اعمال، لاني انا كنت خايفة من ربنا ومستحيل طبعا امشي في الطرق دي. وفعلا وقتها عملت اللي كان في دماغي، رحت عند ماما واشتكت لها على كل حاجة عاملها معايا جوزي ومعايا ولادي ال3. لكن وقتها ماما رفضت اني انا افضل غضبانة عندها، وقالت لي طول ما الراجل مش مقصر في بيته ولا ولاده خليه يتجوز وماله، الشرع محلله 4. انا وقتها ما قدرتش اقعد، اخدت ولادي ورجعت مرة تانية على البيت. حتى لما اتكلمت مع حماتي وقتها قالت انا ماليش دعوة. وقتها انا حسيت ان الدنيا كلها اتقفلت في وشي وما كنتش عارفة اعمل ايه. وفضلت لمدة يومين فضلت اعيط، ومرة اروح اتكلم مع جوزي وافضل اعيط علشان يلغي الجوازة دي، ولكن هو كان مصمم. وفعلا بعد اسبوع راح اتقدم وخطبها رسمي. انا وقتها كنت بغلي من جوايا وقررت اني انا انتقم واروح عند الشيخ واعمل له عمل. ايوه، انا مستحيل اخلي الجوازة دي تتم على خير. وفعلا
كلمت صاحبتي مريم وقلت لها أنا موافقة أروح معاك عند الشيخ. وفعلا وقتها مريم قالت خلاص أول ما ولادك يروح المدرسة الصبح خلينا نطلع عند الشيخ على طول، وأنا هكون معاكي ما تخافيش، وإن شاء الله هخليه يعمل لك عمل لجوزك ينسى كل حاجة، ينسى جوزك ينسى حاجة اسمها هالة، وبكرة تدعيلي. فعلا وقتها أنا وافقت على كل حاجة كانت بتقولها لي مريم، لأن صاحبة عمري، ومريم دي عايشة في بيت لوحدها بعد ما جوزها توفى، يتيمة وبتشتغل وبتصرف على نفسها. وفعلا تاني يوم بعد ما الولاد كلهم راحوا المدرسة عديت على مريم ورحنا أنا وهي سوا عند الشيخ اللي كان عامل نفسه شيخ، هو في الآخر طلع ساحر ودجال كبير قوي. المهم رحنا عنده وفضلت أحكيله على كل حاجة. وقتها اداني حجاب وقال لي الحجاب ده هتحطيه تحت المخدة من غير ما جوزك ياخد باله، اما الورقة دي تدوبيها في شوية مية وتخليه يشربها عالريق. انت فاهمة انا بقولك ايه؟ حاضر حاضر يا سيدنا الشيخ، هعمل كل اللي انت بتقولي عليه. يعني يا سيدنا الشيخ أنا إن شاء الله الورقة والحجاب دول هيخلوه يلغوا الجوازة ويشيل هالة دي من دماغه خالص؟ أنا مش متأكد، على حسب إن جوزك ممكن يكون متحصن كويس ولا لأ. خلينا ما نسبقش الأحداث، اعملي اللي أنا قلتلك عليه وما عملش نتيجة تعالي هقولك على حاجة تانية تعمليها. يا سيدنا الشيخ على إذنك بقى أخرت. وفعلا وقتها مريم دفعت للشيخ مبلغ كبير ومحترم، لأني أنا ما كانش معايا أمتلك المبلغ ده. وبعد كده رحنا على البيت وعملت كل اللي قال لي عليه الشيخ، وحطيت الحجاب تحت المخدة وشربت جوزي المية على الريق. ولكن بعد أسبوع ما حصلش أي حاجة، لكن كان ليل ونهار يتكلم مع هالة في التليفون، وأنا وقتها كنت بغلي، والحجاب بتاع الساحر ما أثرش فيه، لا ده بقى يحبها أكتر من الأول ويتعلق بيها أكتر ونسيني خالص ولا كأنه اتجوز. وقتها قلت لمريم على كل حاجة وقالت لي خلاص يا حبيبتي سيدنا الشيخ وما عملش أي حاجة الحجاب، تعالي هديلك حاجة أغوى من كده. إيه رأيك بكرة انت فاضية نروح عنده؟ أيوة فاضية، خلاص ماشي هعدي عليك ونروح سوا. وفعلا وقتها فعلا تاني يوم قررنا أنا ومريم نروح عند الشيخ، وفعلا أخدنا بعضنا ورحنا عند الشيخ. وقتها دخلنا عنده على طول وفضل يقول لنا خير رجعتوا تاني ليه؟ أكيد الحجاب ما جابش معاكوا نتيجة صح؟ أيوة يا سيدنا الشيخ، ده أنا من يوم ما حطيت له الحجاب تحت المخدة وعملت كل اللي قلتلي عليه هو بيحبها أكتر من الأول يا سيدنا الشيخ. أعمل إيه؟ أنا تحت أمرك، بس أهم حاجة جوزي ما يتجوزش اللي اسمها هالة بنت عمه دي. بص بقى أنا هكلمك بصراحة، أنا كنت عارف إن الحجاب ده مش هيعمل نتيجة في جوزك. أيوة لأن تقريبا جوزك متحصن قوي، يعني ما أقدرش أدخل عليه بالشكل الكامل، عشان كده مفيش قدامي غير طريق واحد. أنا مش عارف بس إن انتي هتوافقين عليه ولا لأ. لا أنا هوافقك على أي حاجة يا سيدنا الشيخ تطلبها مني، أنا من إيدك دي لإيدك دي، بس أهم حاجة أنا متأكدة إن الطريقة دي هتجيب نتيجة معايا. أيوة ده اسمه السحر الأحمر، أصعب أنواع السحر، هعمله وهتشوفي هيكره هالة دي وهيلغي الجوازة من دماغه إزاي. وقتها ضحكت ضحكة خبيثة وكنت مبسوطة، أنا أخيرا هقدر أتخلص من اللي اسمها هالة دي. بس ما كنتش أعرف طلبات الشيخ الغريبة. وقتها الشيخ فضل يتكلم ويقول لنا اسمعي، لازم في السحر ده اللي احنا نعمله لجوزك نحتاج صباع عيل صغير يكون تقريبا عنده 5 سنين. نعم ايه اللي انت بتقوله ده؟
أيوة، انت مش قلتيلي ان اصغر اولادك عنده 5 سنين؟ هو ده المطلوب، ناخد صباع ايده الصغير عشان نعمل عليه السحر. انا اول ما سمعت كده ما استوعبتش الكلام ده، كنت فاتحة بقي من الصدمة، وكنت مركزة انه فعلا عايز صباع ابن الصغير. انا وقتها ما كدتش خالص وفضلت اتخانق معاه، وبالعافية صاحبتي مريم هدتني وخلتنا نمشي من عنده. وبعد ما خرجنا من عنده فضلت اتخانق معاه وقلت لها انت جايباني عند شيخ مجنون ولا ايه يا مريم؟ شفتي الشيخ بيطلب مني ايه؟ مستحيل طبعا، مستحيل ابني اعمل فيه حاجة زي كده. اهدي بس خلاص، هو غصب عنك يعني، خلاص يلا بينا نروح دلوقتي. وفعلا بعد كده رحت وعملت أكل للأولاد، وكنت طول ما أنا واقفة في المطبخ كل ما أفكر في الكلام الشيخ واللي طلبوا مني أستعيذ من الشيطان الرجيم، وبعد كده أنسى الموضوع. وعدت الأيام، وبعد أسبوع بالظبط وأنا دخلت الأوضة شفت جوزي عمال يتكلم في التليفون ويقول خلاص يا قلبي مش فاضل كتير، كلها شهر بالظبط وأنا جهزت الشقة التانية علشان نتجوز فيها أنا وإنتي. أنا بجد مستني اليوم ده بفارغ الصبر، اليوم اللي هيجمعنا بيكي يا قلبي. وقتها اتأكدت إن جوزي لسه مصمم على الجوازة من بنت عمه. أنا وقتها بعد ما سمعت المكالمة دي بالذات النار قادت فيا، وكنت مش شايفة قدامي أي حاجة غير إني مسكت التليفون ورنيت على صاحبتي مريم وقلت لها خلاص أنا مستعدة أعمل اللي قال عليه الشيخ، بس أهم حاجة جوزي ما يتجوزش اللي اسمها هالة دي، ولو هدفع عمري كله مش ابني بس. خلاص يا حبيبتي أنا مستعدة إني أساعدك، هات الواد وبعتيه عندي في البيت وأنا هقوم بالمهمة، وبعد كده تعالي عشان ناخد الصباع ونوديه عند الشيخ زي ما طلب مننا. خلاص ماشي يا مريم. وفعلا وقتها البيت ما كانش فيه أي حد من الولاد، كلهم راحوا للمدرسة، مفيش غيري أنا ومعتز بس. وقتها قلت له حبيبي يا معتز روح عند صاحبتي مريم، وهو كان عارف البيت كويس، وقلت له قول لها ماما بتقولك اعملي اللي قالتلك عليه. وفعلا وقتها ابن معتز راح عند صاحبتي مريم قال لها الكلام اللي انا قلته له. وفعلا وقتها مريم اديت له عصير وحطيت فيه منوم، وبعد ساعة كده انا رحت على هناك وشفت ابني نايم وقتها عند مريم، وقول لي اتأخرت ليه؟ ابنك نايم بقاله ساعة، دلوقتي أكيد هيصحى ويحس بينا، يلا مفيش وقت. وفعلا وقتها يا ناس أنا ما كنتش عارفة أنا عملت كده إزاي، بس أنا متأكدة إنها كانت لحظة شيطان، الشيطان كان مغمي عينيا جدا. وفعلا أخدنا الصباع، لكن وقتها ابني فضل يصرخ لأن مفعول المنوم كان ضعيف شوية. وقتها قررت مريم إننا لازم نتخلص منه، وفعلا عملت كده مريم وتخلصت من ابني. رحنا دفناه أنا وهي في الأوضة بتاعة مريم، لأن صاحبتي مريم زي ما قلت لكم في الأول هي كانت عايشة في البيت لوحدها. وبعد كده أخدنا الصباع ورحنا عند الشيخ وعملنا السحر وأخدته، وأنا فرحانة وقتها كانش هاممني ابني اللي أنا قتلته بإيدي. ورحت نفذت كل طلبات الشيخ بالليل، وفضلت أصوت وأقول لجوزي الحقني الواد مش لاقياه، الواد راح فين؟ نشتري حاجة من تحت. وفعلا رجع ابني راح فين؟ فعلا وقتها عملت نفسي اني انا منهارة وزعلانة على الولد، وجوزي وقتها دخلت عليه الحكاية دي وفضل يدور عند الجيران وفي الشارع. وقتها الجيران كلهم فضلوا يدوروا مع جوزي على ابن معتز، وفي الاخر بعد ما تعبوا قرروا انهم يبلغوا الشرطة وهي اللي تدور عليه. وفعلا وقتها أنا كنت منهارة وعايزة ابني، خانقت مع جوزي وإنه لازم يجيب لي ابني حالا. جوزي طبعا مستحيل بعد ما شافني بالحالة دي يشك فيا ويشك إن أنا عملت حاجة في الولد، لكن وقتها كان كل اللي هاممني إني أشوف السحر اشتغل ولا لأ.
ولكن بعد يومين والناس مشغولة في ابني وأنا مشغولة في العمل اللي عملته لجوزي، وقتها ما تغيرش أي حاجة. كان كل يوم بيكلم بنت عمه هالة، بس وقتها كان زعلان، ما كانش بيحبها زي الأول. وقتها اتأكدت إن الشيخ ده طلع كذاب ومش مش بيعرف يعمل أي أعمال ولا نيلة على دماغه. وقتها كلمت صاحبتي مريم وأنا متعصبة وحكت لها كل حاجة، وإن الشيخ ده نصب علينا وإننا لازم نروح وناخد منه الفلوس اللي عمل بيها السحر، لأن وقتها هو كان واخد مننا مبلغ حوالي 200,000 جنيه. وقتها مريم صاحبتي أخدتني ورحنا عند الشيخ. وقتها فضلنا نتخانق معاه ونقول له هنعمل لك فضيحة كبيرة لو ما طلعتش الفلوس بتاعتنا، انت سامع ولا لا؟ وقتها هو قال لي اهدوا بس يا جماعة، انتوا واقفين ليه؟ اقعدوا انتوا واقفين ليه؟ خلينا نتفاهم بس يا مدام. دلوقتي هتصل على واحد هخليه يجيب لي الفلوس من البيت عشان تاخدوا الفلوس بتاعتكم. وفعلا وقتها احنا كنا قاعدين وهو اتكلم في التليفون، وبعد كده قفل التليفون. وبعد ربع ساعة اتصدمنا لما لقينا 2 تبع الشيخ دخلوا علينا، وأول ما دخلنا هوب راح ربطونا ونومونا على الأرض. قال فينا ايه؟ انا بقولك دهم عني بدل ما اعمل لك مصيبة هنا. مصيبة ايه يا حلوة؟ ده انا اللي هعمله فيكم مصيبة دلوقتي، يلا اعملوا اللي قلتلكم عليه. أنا وقتها فضلت أصوت، لكن وقتها الشيخ كان ساكن في حتة مقطوعة شوية، والاتنين اللي معاه ربطونا واعتدوا علينا. أيوة اعتدوا علينا أنا وصاحبتي مريم، والشيخ صورنا وهم بيعتدوا علينا. وقتها قال لنا لو ما دفعناش له فلوس هيمسك الصور والفيديوهات بتاعتنا ويبعتهم لجوزي ويفضحني قدامه. أنا وقتها فضلت أعيط، رحت البيت وما تكلمتش خالص، وكنت بعيط على اللي حصل فينا عند الشيخ. وقتها جوزي فاكرني أني أنا بعيط على ابني، وفضل يواسيني بالكلام وإنه إن شاء الله حيلاقي الولد. وأنا وقتها كنت بعيط على نفسي واللي اتعمل فيا وعلى حالي واللي عملته في نفسي، وأنا صدقت الدجال ده. وتاني يوم رحت عند الخزنة وجوزي كان حاطط فيها 1,000,000 جنيه، ورحت أخدته وكلمت صاحبتي ورحنا عند الشيخ نديله الفلوس. قلت له يلا امسح الصور والفيديوهات بتاعتنا، اهي الفلوس قدامك. وقتها هو قال لي طبعا انا هعمل كده، وراح نادى على الرجاله الاتنين اللي معاه وعملوا فينا زي ما عملوا فينا المره الاولى اللي فاتت وصورونا مره تانية. وانا وقتها كنت منهارة وروحت على البيت، ومريم فضلنا نفكر في حل، وهي وقتها كانت بتعيط وراحت قالت لي ساعديني يا نبيلة، أنا لو الصور والفيديوهات دي الناس شافتها أنا هروح في داهية، ساعديني يا نبيلة. بقى دي جزاتي أنا عشان عايزة أساعدك يتعمل فيا كده؟ وأنا ذنبي إيه بس يا مريم؟ ما أنا حصل فيا زيك برضو، بس إن شاء الله هنلاقي حل. ايه المصيبة اللي احنا وقعنا فيها دي بس يا ربي؟ وفعلا روحت البيت، وبعد يومين بالظبط مريم بتكلمني في التليفون بتقولي تعالي يا نبيلة عايزاكي في البيت ضروري. وفعلا وقتها رحت على البيت، وقتها فضلنا نتكلم وتقولي يا مسدس جوزي الله يرحمه هناخده ونروح نهدد به الشيخ عشان يمسح الصور. وقتها هو أكيد هيخاف من المسدس وهيمسح الصور، هاخد حقي من الراجل ده، اصله مش هيجي بالذوق، اخد مننا الفلوس وعمل فينا كده مرة تانية، لازم نروح نهدده، اكيد هو هيخاف. يلا بينا يا مريم على هناك. وفعلا اول ما رحنا انا ومريم كانت مخبية المسدس، وفضلنا نقول للشيخ هتمسح الصور ولا لا. وقتها هو كان عمال يضحك ويماطل فينا. وقتها هوب مريم طلعت المسدس وضربت به الشيخ، وجه المساعد بتاعه وضربته، لكن الشخص الثالث اللي كان معاهم ما كانش موجود. ووقتها احنا كنا مرعوبين ورحنا على البيت على طول. وبعد 10 دقايق الراجل اللي تبع الشيخ جه وشاف
صاحبه والشيخ مرميين على الأرض وماتوا خلاص. وقتها اتأكد إن إحنا اللي عملنا فيهم كده، وراح على الاسم الشرطة لأنه كان خايف إننا نعمل فيه زي ما عملنا في الشيخ والراجل اللي معاه، وبلغ الشرطة وحكى له الحكاية كلها. وقتها كان يعرف اسمي واسم صاحبتي مريم، والقرية اللي كنا عايشين فيها كانت صغيرة قوي. فعلا الشرطة قدرت إنها تجيبنا، وعلى طول أنا كنت منهارة واعترفت بكل حاجة. حتى صاحبتي مريم اعترفت بكل حاجة. وطبعا جوزي أول ما عرف الحقيقة وعرف اعترافاتي وقتها ما كانش مصدق إن أنا أعمل في ابني كده وأقتل ابني. هو ما صدقش إن أنا أقتل ابني وأعمل في ابني كده علشان إنه ما يتجوزش عليا. وانا دلوقتي قاعدة في السجن مستنية الحكم بتاعي، فاني انا اللي عملته كله غلط ووديت نفسي في داهية، واللي عملته في ابن معتز اللي انا ندمانة جدا على كل اللي عملته فيه. كلام صاحبتي مريم ما كانش ينفع اعمل كده في ابني، يعني نستاهل ان احنا نودي نفسنا في داهية علشان شخص ما قدرش وجودنا في حياته، ورغم كل اللي عملته معاه عمل فيا كده. وجوزي اتجوز بنت عمه هالة علشان تربيله الولاد وعاش حياته طبيعي. ادي يا جماعة اخرة الدجل والشعوذة والاعمال اللي الناس كتير واغلبهم الستات اللي بيمشوا ورا الحاجات دي وبينسوا ربنا. وبصراحة دي حكاية النهاردة فيها عبرة كبيرة قوي للي يفهمها. يا ريت تشاركوني بيها في الكومنتات، وما تنسوش لو عجبتكم حكاية النهاردة تضغطوا لايك وتشتركوا عندي في القناة.